يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده كده نعمل شويه سندوتشات حلوه كده على السريع للولاد. طبعا السندوتش بقى في الصنف اللي احنا هنعمله وصل سعره 60 و70 جنيه، فاحنا بقى قليل الامكانيات هنطلع كده كام سندوتش حلوين بربع التمن. معايا هنا بقى شويه توابل كده مشكله، عندي بهارات وبابريكا وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر ورشه بسيطه كده من القرفه وكركم. تمام. ومعايا بقى هنا قطع الفراخ. بصوا ده كان صدر فرخه انا مقطعاه كده قطع ستريبس تخينه شويه. قطعي بقى التقطيع اللي تعجبك والحجم اللي يريحك. بصوا انا مقطعه بس تكون الحجم تخين كده شويه عشان تبقى يعني ايه باينه في السندوتش. تمام كده. تمام، يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على خير خلق الله وندخل على طول على الشغل. عندي خل وعندي صويا صوص وعندي دبس رمان وعندي مستردة وعندي كوبايه لبن. ممكن لو ما عندكيش لبن تحطي علبة زبادي، بس انا عشان ما عنديش زبادي هحط لبن مع خل. تمام. يلا بقى هننزل بالبهارات بتاعتنا دي في بولة كده كبيرة. احط بقى كمان كوباية الحليب او اللبن، وهحط شوية الخل، هحط شوية صويا صوص، وهحط شوية دبس رمان حوالي كده معلقة، شوية مستردة برضو حوالي معلقة. دي بقى التتبيلة اللي هننقع فيها الفراخ بتاعتنا شوية. خلاص كده هنقلب بس كله كده ميكس مع بعض، وهننزل بقى بقطع الفراخ هنريحها في التلاجة شوية، يعني بقى نص ساعة ساعة على حسب انت هتشتغلي امتى. انا كنت عاملاها من بالليل وسبتها للصبح، يعني انا بيت الفراخ كده في التتبيلة من بالليل وتاني يوم الصبح اشتغلت فيها على طول. معايا بقى هنا كوباية دقيق ونص كوباية نشا ومعلقة توم بودرة ومعلقة بصل بودرة وشوية بهارات كده مشكلة من نفس اللي احنا حطيناهم في التتبيلة بتاعت الفراخ. هننزل بقى بقطع الفراخ بتاعتنا كده في الدقيق، نديها كده تنفيض عشان تدي شكل الاستريبس كده والتجزيعه اهو. تمام كده. عايزه ترجعيها في الخلطه تاني لو انت عايزه كفر اعلى من كده وترجعي تاني تحطيها في الدقيق براحتك وزي ما يعجبك، بس انا بكتفي كده ايه يعني بتنفيضه واحده. هننزل بقى كده هنا في الزيت. انا كنت بحمر شويه بطاطس طبعا عشان السندوتشات. خلصنا حمرنا البانيه بتاعنا. يلا بينا بقى. وحمرنا البطاطس كمان، جهزنا بقى الكاتشب والمايونيز. تعالوا بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنستخدم عيش الكريب اهو زي ما انتوا شايفين كده من موتزاريلا فريش. انا بجيبه بقى من عند واحده صديقتي كده وحبيبتي. طبعا منتجات الشركه لا يعلى عليها، شركه موتزاريلا فريش حاجتها كلها جميله وبصراحه يعني انا ما بقتش بقدر استغنى عن الجبنه او العيش او عيش التورتيلا او الكريب. زي ما انتوا شايفين كده حطيت شويه كاتشب شويه مايونيز. طبعا انا هعمل جزء حراق حامي يعني وجزء كده بارد عشان الاولاد. هحط بقى مشكل جبن برضو موتزاريلا فريش. هحط بقى قطع الاستريبس وشويه بطاطس وحبه كده فلفل على حبه زيتون وشويه كده من الصويا صوص. وهقفل بقى السندوتش زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام. هنعمل واحد تاني انا بقى هعمله على الكيس كده زي ما انتوا شايفين عشان لقيت كده الموضوع اسهل يعني. رصة برضو نفس الرصة قطع الاستريبس والبطاطس والزيتون والمستردة والمايون. هنا بقى هعمله بهرسة الشطة عشان انا بحب الحاجة سبايسي بصراحة يعني. حط بقى معلقة كبيرة كده من هرسة الشطة. وهقفل برضو السندوتش نفس التقفيلة. طبعا لو رحت تجيبي سندوتش واحد ده هيقولك 70 جنيه في السندوتش، يعني سعره وصل ل60 و70 جنيه كمان على حسب المكان. احنا بربع التكلفة بحق سندوتش واحد او 2 سندوتش عملنا 5 سندوتشات. تمام كده. بصوا بقفل بقى كده، يعني الكيس ده بيسهل عليا ان انا اقفل السندوتش كويس. حشو بقى حسب ما يعجبك، حطي الحشو اللي يعجبك، حطي الخضار اللي يعجبك زي ما انت عايزه تعملي بطاطس وجبنه بس، عايزه تعملي كده قطع ستريبس، عايزه تعملي صدق، عايزه تعملي زي ما انت عايزه. تمام كده. قفلنا كل السندوتشات بتاعتنا. خلاص بقى بالكيس ده بنتخلص منه. هخلص بقى كل السندوتشات بتاعتنا هنا كده دول 4 وفي واحد كمان. هو الكيس بيجي على بعضه كده 5 أرغفة. بديهم بقى تحميرة على الجنب ده وعلى الجنب ده.
على نار هاديه كده على البوتاجاز. احط شويه زيت وبديهم كده تحميره بسيطه، يعني معلقه بسيطه كده زيت، وبقلبهم بقى على الجنبين كده لحد ما ياخد طبقه كده مقرمشه وذهبي. وتاكلي بقى احلى سندوتشات في البيت من صنعه ايديكي، وتفرحي ولادك بقى كده وتعيشيهم جو المطاعم. طبعا انا ما اكتفيتش بالسندوتشات دي بس، كان عندي برضو عيش سوري من موتزاريلا فريش. كملت بقى بقيه السندوتشات بالعيش السوري. تمام بقى كده، قلبت كده على الوشين، يعني كل جنب كده خد تحميصه حلوه، والجبنه كمان ساحت فيه. الساندوتش كده اتقفل على بعضه. الريحه بقى مش عايزه اقول لكم جباره. بصوا بقى الساندوتش ما شاء الله اللهم بارك، شايفين الحشوه بسم الله ما شاء الله، بالف هنا وشفا. والجبنه سايحه. عايزه اقول لكم والله يا جماعه الساندوتش مشبع جدا، مشبع جدا جدا، يعني انا ما قدرتش اكمل الساندوتش بتاعي. تمام كده بأقل الامكانيات فرحنا الولاد. حطوا لايك للفيديو ما تنسوش لو عجبكم، واشتركوا في القناه اللي ما اشتركش يشترك، وفعل الجرس على علامه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. كمان عملت بطاطس سوري، عملت سندوتشات بالعيش السوري. هنا دول كانوا 5 أرغفة كريب زي ما انتم شايفين. وعملنا كمان 4 كده عيش سوري. شايفين بقى، بصوا طلعنا كمية قد ايه. طبعا فيهم 2 بطاطس بس، وفيهم 2 بقية قطع الفراخ كملت بيها على، لان السندوتش الكريب ما بياخدش يعني ما بياخدش حشو كتير عشان بيديني نصين. يعني دولت 2 ستريبس برضو و2 بطاطس. تمام كده شايفين بقى، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. خلصنا خلاص. الغدا كان مشبع جدا، واكله مشبعه جدا، وحاجه كده باقل الامكانيات، وانضف حاجه في البيت، واحسن حاجه في البيت.